اليوم الثاني في المونديال السله، وحنا على ابواب البدايه ديال اليوم الثالث في كاس العالم، البطولات 23 ونسخه 23 اللي كتنظم في كندا، المكسيك والولايات المتحده الامريكيه. بقات نص ساعه باش يبدا الماتش بين المنتخب الامريكي والمنتخب الباراغواياني قبل في الوقت اللي كنسجل فيه هذا الفيديو. ولكن قبل غادي نهضروا على المباريات اللي جمعت بين كندا والبوسنه والتشيك وكوريا الجنوبيه. وباش نكون واقعي معكم، كان الفرق بين هاد جوج مباريات. كوريا والتشيك كان ماتش اللي تكتيكيا يقدر يتقرا بطرق كثيره، شفنا فيه بزاف د الحاجات، شفنا فيه لاعبين اللي بانوا، وشفنا ايضا واحد الريتم اللي في الشوط الثاني كان مغاير على الريتم الشوط الاول، وكان حسن ايضا من المباراه ديال كندا والبوسنه بالكامل. كل شيء غادي نشوفه في هذا الفيديو هذا. يلا نبداو بالمباراة اللي كان فيها شويش ديال الريتم، اللي كان فيها تنافسية، اللي كان فيها تكتيك مختلف ومدارس مختلفة بين التشيك وكوريا الجنوبية. فيها لعابة من الدولتين اللي يعجبنا نتفرجوا فيهم ويعجبنا نهضروا عليهم. وحتى اللي سجل اللاعب اللي سجل الهدف كنت باغي ناكد منه من بعد ما كان عجبني الموسم الماضي اللي كان لعبه في جيرونا، كريتشي، اللاعب اللي ماركا الهدف الوحيد من المنتخب التشيكي. المنتخب التشيكي اللي دخل بكوفار في حراسة المرمى، ثلاثة في الدفاع، شالوبيك، هراناك وكريتشي اللي ماركا. في الأظهرة في الأروقة نقدروا نقولوا كوفال وزيليني. محور كان فيه جوج، كان فيه سويكا وسوتشيك، قدامهم بروفود وسولج، ومن فوقي كان باتريك تشيك كمهاجم واحد. اما بالنسبه لكوريا عملت نفس الرسم التكتيكي كيف ما كنشوفوا، كيم في حراسه المرمى، كيم مين جاي في قلب الدفاع، لي دوبل لي في قلب الدفاع كيرافقوا كيم مين جاي. الوسط كان فيه اللاعب اللي ابهرنا كاملين، اللاعب اللي بحال اللي كنقولوا بالعاميه وباللهجه ديالنا حرت كامبو كامل، اللاعب اللي شفناه في جميع انحاء الملعب، اللاعب اللي ها حنا كيف ما كنشوفوا الخريطه الحراريه ديالو هاربه بزاف، اللي هو هوانغ ان بيوم. ماركا وعطى اسيست، جاب تعادل للمنتخب الكوري، وايضا عطى الاسيست الهدف الثاني. كان كيرافقوا بايك في الاروقه، كان لي اساول، من فوق كان كانغيلي اللي عطى اسيست، وايضا عجبني في المباراه اللي قدموا مباراه رائعه كانغيلي. وكان لي الاخر اللي هو جيسونغ لي، ومن فوق كان هيوم مينسون اللي حاول، كانوا عنده بزاف د المحاولات قريبه ولكن حتى وحده ما قدرت تسكن الشباك ديال كوفر. بالنسبه لهاد المباراه والحاجه اللي اثرت فيها، اول حاجه تكتيكمون مدارس مبدله كيف ما قلت في البدو. المدرسه تشيك كتلعب على القوه البدنيه، فيزيكمون شفناهم وشفنا القوه ديالهم فين وضحت، هي في الكرات الثابته وضربات التماس اللي كتنفذ طويله اللي جا منها الهدف ديال كريتشي. ولكن المباراه فوقاش غتبدل مور الهدف ديال كريتشي، وقعوا التبديلات في المنتخب الكوري. هوانغ هيتشان اللي دخل في مكان اللاعب ولكن المباراة غادي تبدل من مقاعد البدلاء. هونغ ميونغ بو المدرب ديال المنتخب الكوري قام بالادخال ديال هوانغ هيتشان، اوه يونغ يو وايوم جي سونغ في ارضيه الملعب، لاعبين اللي ديريكتومون اثروا في الريتم ديال المباراه وديريكتومون قدروا انهم يصنعوا الفارق. كاين اللي صنعوا بهدف اللي هو اوه يونغ يو، وكاين اللي صنعوه بالخطوره ديالهم والسرعه ديالهم فحال هوانغ هيتشان. تكتيكمون التغييرات كانت في محلها، وشفنا مدرب اللي كيف ما كنقولوا كيعمل اللمسه ديالو اللي هو هونغ ميونغ بو. كان هدف من المنتخب التشيكي اللي جا من فضل اللاعب سوتشيك، الهدف اللي حيدوا الفار بتسلل على اللاعب سوتشيك، والهدف اللي ايضا جا بضربه ثابته بضربه حره غير مباشره، الهدف اللي تماركا ولكن حيدوا الفار في دقيقه 77. وموراه بجوج دقائق جا الهدف الثاني من اللاعب اوه يونغ يو، اللاعب المنتخب الكوري، اللاعب اللي حسم اللقاء بالهدف ديالو. امور الدخول ديالو اثروا بشكل كبير على اللعب والنهج اللي مشات به المباراه، اللاعب اللي دخل في مكان هيوم مينسون. كنشوف ان التشيك وكوريا قادرين يدوزوا من هذه المجموعه. التشيك اذا كملت هيدا بقيت انها تصلح شي تفاصيل بسيطه، مثلا في الاستحواذ على اللعب، مثلا في الحده الضغط، وانها ما تبقاش تعتمد غير اللعب اللي هو فيزيك، فتقدر تدوز من هذه المجموعه، خصوصا علما ان معها فريق بحال جنوب افريقيا اللي ظهر على انه ماشي في المستوى كاس العالم وماشي في المستوى المنتخب المكسيكي اللي لعب معاه البارح كيف ما هضرنا على المباراه. اما بالنسبه للمنتخب الكوري، فالمنتخب الكوري قدم مباراه كبيره ومن بعد حصل 3 نقاط، فغالبا غادي يدوز بسهوله من المباريات اللي مجا. واخا المباراه مع المكسيك غادي تكون صعيبه، منتخبات اللي تلاقاو ديجا مع بعضهم في المونديال 2018 اللي كان دازت
المكسيك في ديك المباراة الدور القادم، وكوريا كانت عاونت المكسيك باش تدوز من بعد التغلب ديالها على المنتخب الالماني. المباراة الثانية المباراة اللي جمعت بين كندا والبوسنة، المباراة اللي تنظمت في تورونتو وغادي تكون اول مباراة غادي تنظم في اراضي كندية. مباراة اللي شبه كانت مملة، ما كانتش بالريتم ديال المباراة الأولى اللي تلعبت في اليوم اللي هي كوريا وتشيك. كندا استقبلت أول الأهداف من ركنية البوسنة اللي ماركاها اللاعب جوفو لوكيتش وأعطى التقدم للمنتخب البوسني. كندا اللي بدورها قامت بصنع محاولات، صنعت محاولات ولكن افتقدت من الجودة في الإنهاء، خصوصا مع لعابة بحال جوناثان ديفيد ولعابة أيضا اللي كانوا كيشاركوه الملعب في الهجوم ديال المنتخب الكندي. بالنسبه لجوناثان ديفيد كان ضيع واحد الفرصه واضحه، وهنا غادي نشوفوا ردة فعل ديال المدرب على ديك الفرصه اللي ضيع اللاعب جوناثان ديفيد. فرصه اللي صراحه المدرب يستحق يتعصب عليها ديك العصب كامل. كندا اللي احصائيا كانت عندها 61% ديال البوزيسيون، الاهداف ديال المتوقع على بين جوج منتخبات كانت متقاربه، هدف فاصله 23 كندا و 0.96 البوسنه. ولكن اذا جينا نشوفوا الاحصائيات ديال البوزيسيون كانت احصائيات اللي مغطيه على ما هو وقع بصح في المباراه. الاستحواذ كان سلبي في الغالبيه الاوقات من المنتخب الكندي، اما منتخب البوسنه فشفناه كيعتمد على الضربات الركنيه والضربات الثابته بنفس النهج اللي مشات به تشيك في المباراه الاولى النهار، اللي هو نهج كيعتمد على القامات ديال اللاعبين، نهج كيعتمد على الضربات الركنيه الضربات الثابته، الحاجه اللي قدرت تماركي منها البوسنه وايضا كانت قدرت تماركي منها تشيك سابقا في المباراه الاولى اللي تلعبت في هذا النهار. اللاعب اللي اشدت به في الفيديو اللي عملت على المواهب اسمير بايراكتاريفيتش ما قدمش مباراه اللي كنت منتظر منه. كان ماشي كنظن ان بزاف د هاد النوع د اللاعبين وهاد النوع د المنتخبات غنبقاو نشوفوا منهم هادشي، غنبقاو نشوفوا ان اللاعبين اللي عندهم كاليتي، ولكن الارتباك والحضور ديالهم في بطوله بقيمه والعراقه والضغط اللي هو المونديال غادي تشكل لهم واحد الحاجز انهم يقدروا يبينوا المستوى الحقيقي اللي عندهم. بالنسبه لكندا ستيفان اوستاكيو عاون في اغلاق هذه الجبهه، عاون بزاف في الملعب، كيف ما كنشوفوا الخريطه الحراريه ديالو رائعه، شفناه في اجزاء كبيره في الملعب، غطى كيف ما قلت بزاف على الجهه الاظهره. عجبني اللاعب ميلار، كان مراوغ في الجهه ديالو، لاحظت انه عنده قدرة انه يراوغ، عنده القدرة انه يفيكسي اللاترال ديالو، يعاون، ينتظر، يساند ايضا في المراكز الدفاعيه والواجبات الدفاعيه كيف ما كنشوفوا، وايضا قدر انه يحصل على الاخطاء، وهاد اللاعبين كيكونوا مهمين في هاد المباريات. بالنسبه للغياب ديال كندا كان هو ديال الفونسو ديفيز، اللي اللاعب اللي يعوضه كان هو لاعب عمل مباراه كبيره اللي هو ريتشي لاريي، عمل مباراه مزيانه وعوض ديفيز باحسن صوره كيف ما كناش منتظرين الصراحه. بالنسبه للاعب اللي ما عجبنيش اليوم اللي هو جوناثان ديفيد، كنت نقول الفونسو ديفيز. جوناثان ديفيد جاوه فرص ولكن ضيعهم بسذاجه، والنقطه التحول كانت هي الدخول كايل لارين اللي الدخول ديالو اشعل المباراه في مور 2 دقائق باش دخل قدر انه يجيب التعادل لمنتخب كندا بهدف رائع، شبره ودار والتير كان بيان كادغي، ما قدر المحارس فاسيلي انه ما يعمل معاه حتى شي ردة فعل، وبهذا جاء التعادل ديال المنتخب الكندي. بالنسبه لهاد المباريات هادو ما كانتش في ديك المستوى ديال كاس العالم، ولكن النهار اللي كيتسنانا اليوم نهار رائع. بقات 4 ساعات لحد الساعه باش يبداو المباريات ديال باراغواي وميريكان، وكيتسناونا مباريات كبيره، كتسنانا القمه، كتسنانا المباراه اللي كلشي منتظرها اللي هي المغرب ديال ابراهيم حكيمي وناحي اسماء اخرى، والمنتخب البرازيلي ديال فيني اندريكي رافينيا وبزاف د اللاعبين اخرين. المهم غادي نتفرجوا في الماتش ديال ميريكان وباراغواي دابا. غينزل لكم هذا الفيديو كنظن في نفس الساعه اللي يكون بارديو ملعوب. نشوفكم غدا ان شاء الله في المباريات اللي غيتلعبوا، وهادشي اللي كان مباريات ما كانتش في المستوى. المهم بحال قلت لكم هادشي اللي كان. تشاو تشاو.